السلام عليكم أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة بعنوان هم قدوتنا. وخير قدوة نبدأ معها هو أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي. ورد في السيرة النبوية لابن هشام أن أبو بكر دخل على يهود في بيت المدراس، بيت يتلى فيه التوراة، فوجد منهم أناسا مجتمعين حول رجل منهم يقال له فنحاس. قال له أبو بكر: ويحك، اتق الله وأسلم، فوالله إنك تعلم أن محمدا لرسول الله، وقد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس: إن الله فقير ونحن أغنياء. فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاس ضربا شديدا، وقال أبو بكر: والله لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك. فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد، انظر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي بكر: ما حملك على ما فعلت؟ فقال له أبو بكر عما قاله فنحاس، فأنكر فنحاس أنه قال ذلك. فنزلت الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما بلغه من هذا الغضب: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والفائدة أصدقائي من هذه القصة بيان أن المسلم الصادق مع الله سيصدقه الله ويؤيده وينصره، وأن المسلم يجب أن يكون صادقا وحريصا على تبليغ الدعوة. إذا أعجبك المقطع شاركه واحتسب الأجر، ولا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس حتى يصلك كل جديد. وإلى لقاء آخر مع قدوة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.